لو شعرك بيقع بسرعه تعالى اقول لك تعمل ايه. قبل ما نتكلم عن حل تساقط الشعر خلينا نعرف ايه سببه الاول. السبب الاساسي بتاعه ان انت بيبقى عندك صلع وراثي، وطالما عندك صلع وراثي يبقى لازم تخاف من الدي اتش تي، داي هيدرو تستوستيرون. هو هرمون اندروجيني موجود في الرجال والسيدات. عند الرجال بيتم انتاجه من انزيم في الجسم بيحول 10% من الانتاج اليومي للتستوستيرون لدي اتش تي. يعني مشكلتنا دلوقتي في الصلع الوراثي واللي بيحفزه الدي اتش تي. ولازم تعرف معلومه كمان ان نسبه كبيره من مستقبلات الدي اتش تي موجوده في فروه الشعر، فلما يروح الدي اتش تي لبصيلات الشعر بيرتبط معاها وبتحصل شويه تفاعلات، فبينتج عن التفاعلات دي انكماش البصيلات بتاعه الشعر، فبتقل المغذيات اللي جايه لبصيلات الشعر، فبينتج عندها ان الشعر بيضعف وبيبقى سهل وقوعه، فبيبتدي يقل من الجنبين ومن قدام. ولازم برضو نتكلم عن نوعين من الناس: الاشخاص اللي ماشيه طبيعي والاشخاص اللي بتاخد هرمونات او ستيرويدز. الناس اللي ماشيه طبيعي بيبقى سقوط الشعر عندها عادي، بيتم الموضوع ببطء او بسرعه عاديه. لكن الناس اللي بتاخد هرمونات بيبقى انتاج التستوستيرون عندها عالي اضعاف التستوستيرون الطبيعي، فده بينتج عنه الدي اتش تي بيعلى اكتر، فهيسرع الصلع الوراثي عندهم بطريقه مرعبه. فلو انت بتاخد هرمونات لازما تاخد الثلاث منتجات اللي احنا هنقولهم دلوقتي. عندنا 3 منتجات. اول واحد علبه البانتوجار اللي موجوده على الشاشه دي دلوقتي. العلبه دي فيها معادن وفيتامينات كتير بتغذي الشعر قوي، موجود فيها مواد كويسه جدا لتغذيه الشعر. العلبه دي هتمشي عليها من 3 ل 6 شهور وبعد كده توقفها خالص. الجرعه بتاعت الدواء ده هتاخد حبايه الصبح اول ما تصحى وحبايه بالليل قبل ما تنام. تاني منتج معانا وده مختلف شويه هو المينوكسيديل. ده مختلف عن اللي قلناه قبليه عشان هتحتاج تستخدمه على طول مش هتقطعه، لان المنتج ده بيعمل حاجه مختلفه، بيحاول يثبت لك الشعر اللي موجود ويمنع وقوعه خالص، فانت هتستخدمه على طول. بس لو جيت استخدمته مثلا سنه وجيت قطعت بعد السنه دي، اتوقع ان نسبه كبيره من الشعر هتقع في فتره قريبه، فخلي بالك من الحته دي ان انت تداوم عليه على طول. ممكن تستخدمه للشعر وللدقن. الجرعه بتاعته 6 رشات الصبح و6 رشات بالليل، بتحط ما بين الشعر كده بترش 6 رشات وتدعك ما بين الشعر كده. تالت منتج معانا وده اللي بيجيب من الاخر خالص هو الفيناسترايد. المنتج ده مختلف عن الاثنين التانيين اللي فاتوا لانه ببساطه تاثيره مباشر على الدي اتش تي، بيروح لمستقبلات الدي اتش تي اللي موجوده في الشعر ويملاها، فالدي اتش تي بيقل امتصاصه في الشعر فمفعوله بيقل خالص. الدي اتش تي فيه جرعتين، جرعه اللي هي ال1 مللي وجرعه اللي هي 5 مللي. اللي تخصنا الجرعه ال1 مللي دي علاج تساقط الشعر، بتاخد 1 مللي في اليوم. الجرعه ال5 مللي دي لعلاج البروستاتا. بس كده وبكده يبقى قلنا كل حاجه عن تساقط الشعر، اسبابه وعلاجه ايه، واضمن لك لو خدت ال3 منتجات دول شعرك هيرجع احسن من الاول كمان. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب ومنشن لاصحابك اللي ما يعرفوش المنتج ده. سلام عليكم.